عسلامة، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تتفرجوا في فيديو اليوم. رجعت لكم بروسيت جديدة وكما عودتكم بروسيت تونسية بنينة وتعمل 66 كيف. باش نشارك معكم طريقتي في تطيب مرقة اللوبيا. المرة هذه ماهيش بالكعابر، المرة هذه باللحم علوش. شاركتها قبل معكم بكعابر السكالوب، المرة هذه باللحم العلوش وجات ياسر بنينة. باهي، باش نطيب في الكوكوت بيسك باش نطيب باللحم، وانا ماكلتي اي ماكله باش نطيب فيها معناها اللحم راهي بالكوكوت، فما حتى كلام. وكها بالنسبه للفاحات بيان سور قبل ما نفوح حطيت بزايد زيت زيتونه بيسك مرقه اللوبيا تجي مزيته في الاخر. وحطت اللحم نتاعي بيان سور حسب افراد العائله نتاعكم، ومغرفه نتاع ماكله مكومه في طماطم كونسونطري نتاع ماكله. وبالنسبه للفاحات الاخرين كيلت بالمغرفه نتاع قهوه، دونك مغرفه نتاع قهوه مليانه كركم، مغرفه نتاع قهوه مليانه فلفل احمر، شويه فلفل اكحل. وقبيلي وريتكم جيت مش نرمي الملح، وبعد فكرت لي انا مش نرمي المالح في الاخر، دونك استغنيت عن الملح. بعد في الاخر كي نرمي المالح نذوق المرقه نتاعي، كان لقيتها ناقصه شويه ملح وقتها نزيد، معناها في الاخر انتم تفقدوا الملوحيه نتاع المرقه نتاعكم كانكم مش ترميوا مالح في الاخر. كهو مش يزيد هوني شويه ماء بيان سور ماء سخون، ومش نحل فيها كالطماطم وكالفاحات ونخليها تتقلى مليح مليح مليح. راني نحب التقليه في الماكله. نعرف اللي ماهيش صحيه تقليه الطماطم، اما ما نجمش ناكل ماكله فيها قروسيه الطماطم. هي بون نجم ناكل، اما تلقاني فوق من قلبي ناكل فيها، ما نجمش ناكل طماطم قارصه، الله غالب. كل حد وكيف يحب، دونك انا نحب تقليه الطماطم برشا في الماكله. دونك نخليها تتقلى كطماطم مليح مليح مليح، وبعد نرجع لها ونكمل نفوح. بيان سور ماهمش هذوما كهو لفاحات نتاع اللي يعني نفوحوا بيهم المرقه، مازالوا لفاحات بعد التقليه نكملوا نفوحوا. كهو هوني رجعت لها بعد ما تقليت، مش نكمل نفوح على روحي. شنو الفاحات اللي مازالوا؟ به مازالوا تابل والكرويه. بون انا عندي تابل وحده والكرويه وحدها، دونك كان عندكم المخلط حطوا مغرفه انتو حسب عينكم، معناها هكا مغرفه نتاع قهوه ممسوحه تابل وكرويه. انا عندي كل حاجه وحده، دونك خذيت من كل حاجه شويه شويه كما تشوفوا. وبيان سور اهم حاجه بالنسبه لي في مرقه اللوبيا هي البسباس، حطيت مغرفه ممسوحه معناها بسباس عليكم ميزانكم. وبيان سور النعناع الشايح، رشيت شويه هكا نعناع شايح في الاخر. واهم حاجه مغرفه معبيه، معناها مغرفه نتاع قهوه معبيه ثوم مرحي. وتو اوكي كيما تشوفوا رميت النعناع الشايح، ونخلط كل شيء هذاك مع بعضه ومش نمرق، من نمرق بالماء السخون. مرقت بالكدا بيسك مش نخليها نص ساعه معناها في الكوكوت، مش تغلي مليح بالكدا معناها. مرقت بالكدا ومش نرمي اللوبيا متاعي كما قلت لكم راهي منفخه، مانيش صامتتها قبل، جيست منفخه وحاطتها معناها هنا هي ماهيش طايبه. باش نسكر الكوكوت ونخليها نص ساعه تطيب في الكوكوت. بعد نص ساعه مش نرجع لها، باش نلقى اللحم طايب في حقه هابط زبده، واللوبيا طايبه في حقها، وكل شيء يعمل 66 كيف. وتو تشوفوا الريزولتا. كها ورجعت لها هوني بعد نص ساعه، لقيت كل شيء طايب، حتى من المرق معناها طايب، مانيش مش نستحق اني نخليه يزيد يغلي. قرر زيتو في المومون هذا، مش نزيد المالح ومش نزيد فلفل بالعبيد، تجيبوا تزيدوا زيتون كيما تحبوا تزيدوا، واللي تحبوا تزيدوه زيدوه، كل حاجه حطيت شويه شويه. وكهو والسخانه هذيك الفلفل مش سايب الحروريه نتاعو، والمالح تسايب الملوحيه نتاعها. وكهو صحه وبشفاء اللي مش يجرب الروسيت، وصحه وبشفاء اللي مش ياكل. وكهو بسلامه، ان شاء الله في فيديو اخر. ما تنساوش جيم الفيديو، ابوني للشين يوتيوب نتاعي باش يوصلوا لكم كل جديد. بسلامه.